بقول لك ايه، عمرك سألت نفسك ازاي في ناس بتتعلم اي مجال جديد اسرع من ناس تانية بتحاول بقالها سنين؟ والسر مش انهم اذكى او عندهم خلفية مسبقة بالحاجة اللي هم عايزين يتعلموها، السر في مهارة واحدة بس بتخليهم قادرين يوصلوا لاي معلومة هم محتاجينها. الفكرة كلها او المشكلة ان معظمنا لما بيحب يتعلم عن اي مجال جديد بيروح يدور على كورسات ويغرق في دوامة التعليم الاكاديمي من غير ما يدي لنفسه فرصة انه يفهم او يشوف الصورة الكاملة، وده بدوره كفيل انه يحول اي موضوع او مجال جديد انت عايز تتعلم عنه لحاجة طويلة جدا ومملة. فتخيل بقى لو معاك ورقة فيها كل النقط المهمة بالشرح والأمثلة المناسبة لطريقة فهمك انت، وقتها بس انت هتبقى قادر تتعلم أسرع وتفهم أي مجال مهما كان جديد عليك. وعلشان كده الفيديو ده هيكون دليل عملي يشرح لك ازاي تقدر تتعلم عن أي مجال من غير ما تضيع وقتك أو يكون عندك خلفية مسبقة. فالأول كده خلينا متفقين انك لو بتتعلم حاجة ملهاش نتيجة أو نهاية انت قادر تتخيلها فطبيعي جدا هتتوه ومش هتكمل. فعلشان كده أول نقطة وهي انك لازم تتعلم لاجل هدف أو مشكلة معينة انت عايز تحلها. يعني لازم يكون عندك إجابة جوه نفسك انت بتتعلم ده ليه. يعني على سبيل المثال خلينا نقول انك انت بتحاول تتعلم عن الموبايل ابلكيشن ديفلوبمنت، وعامه ده هيكون المثال للفيديو ده، بس اي حاجه هشرحها لك تقدر تطبقها على اي حاجه تانية بتحاول تتعلمها في حياتك. وفي اخر الفيديو ده انا هقول لك انا ازاي بطبق الطريقه دي على حياتي. فزي ما قلنا انت دلوقتي عايز تتعلم عن الموبايل ابلكيشن ديفلوبمنت، فاول حاجه انت لازم تعملها وهي انك تفكر في فكره ابلكيشن انت عايز تبنيه، والغرض الاساسي انك تبقى قادر تتخيل عن ايه المميزات اللي انت عايزها تبقى موجوده جوه الابلكيشن ده. وخلينا نقول ان الموبايل ابلكيشن اللي انت عايز تبنيه ده هو عباره عن اي كوميرس. الفكره بتاعته ان اليوزر بيخش يقدر يختار او يطقم هدوم على بعض ويشتريها كبندل على بعضها، وانت لسه ما عندكش اي خلفيه عن ازاي تقدر تبني حاجه زي كده. فاول حاجه لازم تيجي في بالك وهي انك تخش تعمل سيرش عن العناوين الاساسيه اللي انت محتاج تتعلم عنها عشان تقدر تبني موبايل ابلكيشن. فعلى سبيل المثال وبكل منطقيه من العناوين الرئيسيه دي انك لازم تتعلم لغه برمجه معينه. فاول حاجه لازم تعملها وهي انك تخش تعمل سيرش على جوجل عن ايه اسهل واسرع لغه برمجه تقدر تتعلم ومن استخداماتها الاساسيه. وخلي بالك استخداماتها الاساسيه مش الفرعيه، ان هي تكون بتستخدم في تطوير الموبايل ابلكيشن. وتبدا تخش على اليوتيوب او اي مكان تاني وتبدا تدور على كراش كورس او فيديو سريع بيشرح الاساسيات، مجرد الاساسيات بس. وطبعا وبكل بديهيه اكيد هيجي في بالك دلوقتي بما انك مش متعلم غير الاساسيات بس، فانت اكيد هتعطل قدام وانت شغال على تطوير الموبايل ابلكيشن ده اذا اساسا عرفت تبدا اول خطوه. فما تقلقش لان كده كده انت هتتعمق وانت شغال بايدك وبتتعلم بطريقه عمليه على فكره المشروع بتاعك. المهم خلينا نقول ان خلاص خلصت الاساسيات وهننتقل للنقطه اللي بعدها. وهنا احب اقول لك حاجه من المسلمات واللي لازم تكون عارفها كويس جدا. انت معظم ان ما كانش كل الافكار اللي جت في بالك هي اتعملت او اتنفذت قبل كده، او على الاقل في فكره مشابهه لطريقه تشغيلها اتنفذت قبل كده. فالهدف انك تدور على حاجه مشابهه للنسخه المبدئيه من المشروع بتاعك. بص خليني ابسط لك انا اقصد ايه اكتر. احنا دلوقتي قلنا ان احنا عايزين نعمل موبايل ابلكيشن عباره عن متجر الكتروني عادي جدا، بس التريك او الحاجه الجديده اللي فيه ان الناس بتقدر تخش على الموبايل ابلكيشن ويطقموا هدوم على بعضها ويعملوا طقم خاص بيهم ويشتروه. فهنا ايه الفكره الاساسيه بعيدا عن الفكره الجديده اللي احنا قلناها؟ هي عباره عن متجر الكتروني موجود جوه موبايل ابلكيشن عادي جدا. فبس تقوم داخل مدور بقى على فيديو لحد بيبني متجر الكتروني عادي جدا، متجر الكتروني بسيط جدا باستخدام نفس لغه البرمجه اللي انت اتعلمت الاساسيات بتاعتها. وكل اللي مطلوب منك ساعتها انك تبدا تشوف ايه العناوين الاساسيه اللي اتقالت جوه الفيديو ده، وتشوف فيديوهات تانية وتبدا تشوف ايه العناوين المشتركه ما بين كل الفيديوهات دي. والعناوين المشتركه دي اللي انت لقيتها دي عباره عن الريكويرمنتس او المينيمم ريكويرمنتس اللي انت محتاج تتعلم عنها عشان تقدر تنفذ الفكره الاساسيه من الفكره بتاعتك. وزي ما قلت لك الفكره الاساسيه هي ابسط صوره من الفكره النهائيه بتاعتك. يعني احنا قلنا ان الفكره النهائيه اللي احنا بنحاول ننفذها هي عباره عن متجر الكتروني الناس بتخش عليه تقدر تطقم الهدوم مع بعض. الفكره الاساسيه او الصوره المبسطه من الفكره النهائيه هي عباره عن متجر الكتروني. فالعناوين اللي انت طلعتها دي عباره عن المينيمم ريكويرمنتس اللي انت محتاج تتعلم عنها عشان تقدر تبني المتجر الالكتروني بابسط صوره ليه، وتفهم كاوفر فيو او نظره سريعه عن كل عنوان من دول بيستخدم فيه. وبعدين تقوم داخل تاني مدور او عامل سيرش عن حد بيبني متجر الكتروني بس المره دي باستخدام نفس لغه البرمجه اللي انت اتعلمتها في الاول وباستخدام العناوين اللي انت لقيتها، وتبدا تنفذ المشروع بنفس الطريقه اللي هو بينفذ بيها. وعادي جدا انك تبقى حاسس في الاول انك تايه او بتبصمج، وبعدين وبعد ما انت مشيت في الخطوات اللي هو بينفذ فيها المشروع اللي موجود في التوتوريال او في الفيديو ده تبدا بقى تنفذ في المشروع بتاعك. بس ازاي بقى؟ تقوم عامل فولدر جديد وتبدا تنفذ ابسط صوره من المشروع بتاعك باستخدام المعلومات اللي انت اتعلمتها مع الفيديو اللي انت كنت ماشي معاه. وكل حاجه بتعطل فيها سواء ايرور او حاجه انت مش عارف ازاي اصلا بتتعمل تقوم عامل سيرش عنها في ريدت او يوتيوب.
يعني مثلا يا عم انت عايز تنفذ ميزه معينه او فيتشر معينه وانت مش عارف ازاي تعملها، تقوم داخل عامل سيرش عن ازاي تنفذ الحاجه المعينه دي باستخدام لغه البرمجه المعينه اللي انت بتستخدمها في المشروع بتاعك وهكذا. ومثلا لو قابلك ايرور عادي جدا تبدا تعمل عنه سيرش، وابسط حاجه انت ممكن تاخده هو كوبي وتعمل له بيست وتسيرش بالايرور ده وهتلاقي الحل بتاعه. طب ليه بقى انا عمال اقول لك انك دايما هتلاقي حلول على النت ومتاكد قوي وانا بقول ده؟ لانك اخترت لغه برمجه، او كمثال اعم عشان تبقى فاهم الصوره اوضح، اخترت اداه ليها دعم كبير او شهره كبير. فناس كتير قوي قبلك عدت بنفس المشاكل اللي انت عديت بيها وحلوها، والمشاكل اللي انت لسه اساسا هتعدي بيها. وخلينا نفترض ان كل الكلام اللي انا قلته لك تواك عشان انا عامل حسابي للنقطه دي. انا من حوالي 3 سنين كنت بسكرول على فيسبوك، فلقيت حد عارض فيديو للويب سايت بتاعه، والويب سايت ده كان فيه اجزاء 3 دي. فساعتها انبهرت جدا، بدات احس ان انا عايز اطور الويب سايت بتاعي واخليه هو كمان فيه اجزاء 3 دي. فاول حاجه عملتها هو اني دخلت عملت سيرش عن الحاجات اللي محتاجه اتعلمها عشان اقدر ابني ويب سايت فيه تجربه استخدام 3 دي. وساعتها لقيت حاجات كتير زي رياكت 3 فايبر و3 جي اس وبلندر. فانا ما كانش عندي اي مشكله في كل الحاجات اللي طلعت لي الا بلندر، لان بلندر ده هو سوفت وير ضخم جدا بيستخدموه في مجال ال 3 دي، وليه ليرنينج كيرف وكورسات وبياخد وقت طويل جدا عشان تتعلمه. من الاخر كده مجال كامل لوحده. فاكيد مش منطقي ان انا اسيب المجال بتاعي واروح اتعلم مجال تاني وياخد مني شهور عشان بس مجرد انفذ ميزه صغيره جوه الويب سايت بتاعي. واكيد ما كانش عندي الرفاهيه ان انا اروح اجيب حد يعملها لي بفلوس. فاول حاجه عملتها هو اني دخلت على اليوتيوب ادور على حد بيحاول يبني حاجه مشابهه للحاجه اللي انا عايز اعملها. والحاجه اللي انا كنت عايز اعملها هو اني كنت عايز في الهيرو بانر او في السكشن اللي في الاول اللي بيبقى في الويب سايت يكون محطوط فيه الاوضه اللي انا بشتغل منها في شكل 3 دي، والمشاريع اللي انا نفذتها تكون معروضه كانها جوه متحف. فالمهم دخلت فعلا على اليوتيوب وبدات ادور، ولقيت حد بيشرح في فيديو عن ازاي تعمل اوضه بسيطه. بدات اشوف ايه العناوين الاساسيه اللي بتتقال جوه الفيديو ده، وخدت بالي من نقطه مهمه جدا كانت بتتقال جوه الفيديو ده، وهي ان اي موديل انت مش عارف تعمله، والموديل ده بيبقى اجزاء ال 3 دي اللي جوه السين نفسها او الحاجه نفسها. يعني مثلا الاوضه هيبقى جواها مكتب وكرسي وحاجات زي كده. فمثلا انا لو مش عارف اعمل المكتب ده، بيبقى فيه ويب سايتس بتقدم اجزاء ال 3 دي جاهزه اقدر اخدها واحطها جوه المشروع بتاعي. وفعلا بدات امشي مع الفيديو ده، وبقيت كل ما بعطل في موديل معين انا مش عارف انفذه بخش اشوف ويب سايت يكون بيقدم الموديل ده جاهز واحطه جوه المشروع بتاعي، لحد ما اكتشفت ان اقل موديل انا حاطه عندي هو 100 ميجا. طبعا ده مستحيل ان انا ارفعه على الويب سايت بتاعي، لان مش منطقي او مش طبيعي ان الويب سايت بتاعي يبقى مرفوع على هوست ويبقى اقل فولدر فيه مثلا 200 300 ميجا، لان الويب سايت مش هيفتح اساسا، وده بطبيعه الحال لاندنج ويب سايت فلازم يفتح بسرعه. المهم بدات اعمل سيرش كبير جدا على جوجل، والمهم لقيت ان في حد جوه ريدت كان بيتكلم عن نفس المشكله اللي عندي دي، وبيتكلم عن مصطلحات منها مصطلح اسمه يو في انرابنج، مصطلح تاني عن ازاي تبدا تخلي الموديل ده حاجه اسمها لو بوليجون وهكذا. المهم بدات امشي مع اللي بيتقال جوه البوست ده واللي اعطل عنه واعمل سيرش مفصل وهكذا، لحد ما فعلا عرفت في الاخر انفذ الويب سايت بتاعي. والاهم من ده كله ان انا كانت محصلتي كبيره جدا، لان انا اتعلمت مجال جديد، والاهم ان انا بقيت قادر اقدم ده كخدمه للعملاء بتوعي، لان انا بقيت قادر فعلا اعمل ويب سايتس فيها تجربه استخدام 3 دي. على فكره دي نفس الطريقه اللي اتعلمت بيها مونتاج وسينماتوجرافي، وهي ان انا بشوف انا نفسي انفذ ايه او ايه المشكله اللي انا واقع فيها وابدا اتعلم عنها. بس السر او المفتاح هو اني دايما بختار ادوات ليها مصادر كبيره جدا، فلما بعطل بلاقي ناس كتير قبلي حلوا نفس المشكله. سلام.